ازيك يا عزيزي المشاهد؟ الفيلم ده مأخوذ من قصة حقيقية وحصلت في الخمسينات في تركيا بعد الحرب العالمية التانية ب5 سنين بكوريا الجنوبية. وبتبدأ أحداث الفيلم بطفلة اسمها سولا من كوريا الجنوبية عايشة مع أبوها وأمها حياة هادية، باباها بيلاعبها وفجأة بتهجم عليهم قوات من كوريا الشمالية، وأمها بتاخد سولا وبتخبيها في مكان بعيد عن الهجوم. وبعدها بنشوف النقيب سليمان بيلبس وبيجهز علشان يروح للوحدة مع أصحابه، وبيعدي على بيت حبيبته نوران اللي بتستناه قدام بيتها كل يوم في نفس الميعاد. ولما بيوصلوا القائد بيقول لسليمان إن تم اختياره يسافر كوريا الجنوبية علشان يشارك في قوات حفظ السلام، وبيوافق سليمان. لكن أصحابه بيعترضوا وبيقولوا له إن أغلب اللي بيسافروا بيموتوا هناك. وبعدها بيقابل حبيبته نوران وبيبلغها انه مسافر، وبتترجاه ما يسافرش لانها يتيمه وملهاش حد غيره. وسليمان بيقول لها ما تخافش ومش هينساها ابدا، ودايما هيبعت لها جوابات. وبيبعت جواب لوالده وبتقراه جارتهم نعمات وبيبلغهم فيه انه مسافر كوريا. ولما بيسافر سليمان كان بيبعت لحبيبته جوابات زي ما وعدها وبيطمنها عليه، وبيتم توزيعهم على الوحدات. ولما بيوصلوا لكوريا الجنوبيه بيتم تدريبهم، وبيكون قائدهم الملازم اول مسعود. وبعد شهور من تحالفهم مع القوات الأمريكية والتركية ضد الشيوعيين وكوريا الشمالية اللي كانت في الوقت ده محتلة كوريا الجنوبية وبتكون عاوزة تسيطر على الحدود، فبيروحوا هناك علشان يأمنوا الحدود. وبيتم الهجوم عليهم بالطيران، وبتتقطع الاتصالات بالوحدة مع القيادة، فبيقرروا يروحوا للقيادة بنفسهم يبلغوهم اللي حصل ويطلبوا المساعدة. لكن وهم في الطريق بيهجموا عليهم قوات من كوريا الشمالية وبينزلوا من العربية قبل ما تتفجر، فالضابط علي بيقتلهم كلهم بسبب مهارته في استخدام السلاح. فبيضطروا يكملوا طريقهم مشي في الغابة. وهم في الطريق بيشوفوا جثث وعائلات مقتولة في الأرض ومعاهم أطفال، وفجأة بيسمعوا صوت وبيروح سليمان ناحية الصوت وبيلاقي طفلة قاعدة جنب جثة مامتها وماسكة ايديها وبيطمنها وبياخدها في حضنه وبيقول لهم لازم ناخدها لانها خايفة جدا زي ما احنا خوفنا. ولما بيوصلوا لمكان القيادة القائد الامريكي بيقول لهم ان الجيش الصيني هو اللي هجم عليهم، والنقيب جاكي هيكون معاهم وهيوفر لهم العربيات وبيعرفهم طريق سري يمشوا منه لمكان الحماية الجديد. ولما بيخرجوا سليمان بيقول لهم ان الطفلة مش بتتكلم من صدمتها، فقرر يسميها إيلا ومعناه ضوء القمر لان شكلها شبه القمر وكمان لقيوها تحت ضوء القمر. وبيبعت أصحابه علشان يجيبوا لها الحليب. وهم في الطريق عربية النقيب بتعطل وبينزل سليمان علشان يصلحها وبياخد إيلا معاه، وفجأة بيهجموا عليهم من فوق الجبل. وسليمان بينزل إيلا تحت العربية علشان يحميها، وكان بيصنع قنابل يدوية من البنزين والحليب وبيقاتل معاهم بشجاعة لكنه بيتصاب في كتفه. ولما أهله بيسمعوا الأخبار بيقلقوا عليه جدا، وحبيبته نوران كانت بتعرف أخباره من الرائد. ولما بيفوق سليمان في المستشفى بيلاقي إيلا جنبه وبيقولوا له انها قاعده جنبه من وقت ما اتصاب. والقائد بيطلب من سليمان انه يسلم إيلا لضابط تاني لان الكوريين بيجمعوا في اطفالهم وما ينفعش يتعلق بيها لانها كده كده هترجع لاهلها في يوم من الايام، ولازم يركز في شغله بس. والضابط صادق بيقول له انه هيهتم بيها وما يقلقش عليها. وسليمان بيفهم إيلا انه هيسيبها مع صاحبه وهيهتم بيها زيه، وبيسيبها وهو زعلان جدا. لكن إيلا بتروح تستخبى في العربية اللي بيكون رايح بيها لمكان التكريم. ولما بيوصلوا بيشوف إيلا خارجة من العربية، والمسؤول بيقول لسليمان انه اتكلم مع جنرال بخصوص الطفلة ووافق تفضل معاك لحد ما ترجع لعيلتها. وسليمان بيبعت جواب لأهله وفي صورته مع إيلا، وبيبعت لنوران نفس الجواب. ومع الوقت إيلا بتتعلق بسليمان جدا والكل بيحبها، لكنها بتكون فقدت النطق بسبب الصدمة اللي حصلت لها، وبيحاول معاها علشان تتكلم. وكانوا كلهم بيلعبوها كأنها بنتهم وبتصحى معاهم تحضر تدريباتهم. ولما بيجي وقت النوم وسليمان بينام كانت بتسيب سريرها وبتروح تنام جنبه. وفي مرة وهي بتحضر الطابور معاهم اتفاجئوا بإيلا بتتكلم وبتقلدهم، وأصحابه اقترحوا عليه انه يعلمها اللغة التركية، وفعلا بدأ يعلمها اللغة التركية. وفي مرة فتحت كتاب فيه صورة عيلة وقالت له انها ما عندهاش ام ولا اخوات، لكن عندها اب حنين وحضنته. وبعد فترة الضابط صادق بيقول لسليمان ان الكوريين شافوا إيلا وطلع عندها اهل عايزينها، وسليمان اصر انه يشوفهم الاول وطلب منه ما يقولش لحد. وفعلا راح، لكن طلع فخ عملوه الصينيين علشان يستجوبوه ويعرفهم كل المعلومات عن فريقه. لكن زميله علي بيعرف وبياخد زميله معاه وبيروح ينقذ سليمان، وخده وهربه. وبعدها بيومين علي بيتصاب برصاصة وبيتوفى في وقتها. وسليمان بيحزن عليه جدا وبيروح يقف على قبره وهو منهار وبيدعيله مع إيلا وبتقوله ما تعيطش انا مش هسيبك ابدا.
وبتعدي الأيام وبتمر سنة، والقائد بيبلغهم إنهم خلاص أدوا الواجب وكده هيرجعوا بلادهم وفي وحدات جديدة هتستلم مكانهم. لكن سليمان كان كل تفكيره في إيلا وإزاي هيسيبها لوحدها، والضباط بيودعوا إيلا علشان ماشيين، لكن سليمان طلب إنه يقعد فترة يدرب الضباط الجديدة. وسليمان كان بيحن لأهله ونفسه يرجع لهم، لكن كان في صراع جواه بين إيلا وبين أهله، لكن حبه لإيلا كان أكبر من كده وطلب من القائد إنه ما يرجعش. والقائد ما عجبوش الكلام وزعق له، لكن سليمان بيطلب انه ياخد إيلا معاه، لكن القائد المرة دي زعق فيه وطرده. وتاني يوم العقيد بيقول له انه هيسافر في سفينة الاسبوع الجاي، وبخصوص إيلا بيطمنه انه الجيش فتح ملجأ والسيدة جيمين هي مديرة الملجأ، وسليمان طلب انه يروح يوصلها الملجأ بنفسه ويطمن عليها، وبيروح معاها وبيقنعها تقعد هناك وهيكون ليها اصحاب جديدة وهتفرح جدا معاهم. ووقف يبص عليها من الشباك علشان يطمن عليها ويودعها الوداع الاخير، وهو ماشي بيتفاجئ انها وراه وبتناديه بابا وبتقوله انت وعدتني انك مش هتسيبني. وبيتأثر سليمان وبياخدها معاه بسرعة وبيجهز شنطة فيها تهوية علشان يهربها فيها وياخدها معاه. وفي السفينة بيسألوا القائد عن حجم الشنطة، فسليمان بيقوله ان دي حاجات اشتراها علشان يروحها معاه، والقائد بيكون شاكك ان معاه إيلا لكن مش بيرضى يفتشه وبيسيبه يعدي. لكن فجأة بينادي عليه الملازم مسعود ومعاه مديرة الملجأ وبيقولوله ان إيلا اختفت، وبيفتشوا الشنطة وبيلاقوها. والملازم مسعود بيقوله انا مش هجيب سيرة لحد باللي حصل، لكن لازم تركب السفينة وتمشي حالا قبل ما يوجهولك التهم. وسليمان بيخرج علشان يودع إيلا وهو حزين جدا، وبتقوله اوعدني انك هترجعلي تاني، فسليمان بيوعدها انه هيجيلها تاني. وبيرجع سليمان تركيا وصاحبه جلال بيستقبله مع خطيبته وبيبارك لهم على الخطوبة، وبيسألهم عن نوران ما جاتش استقبلته ليه، وبيبصوا لبعض وبيقولوا له ان نوران اتخطبت. ولما قابل نوران علشان يفهم منها قالت له انها طلبت منه ما يسافرش وسافر، ولما سافر فضل عليها طفلة ما يعرفهاش وما رجعش زي زمايله، وعمها هو اللي خطبها لواحد تاني وبتسيبه وبتمشي. وبعد 5 شهور بيتجوز جارتهم نعمات، وبعدها بيصحى بدري وبيروح لقنصلية كوريا الجنوبية وبيقولوله ان القنصلية هتبدأ شغل الساعة 9 وده نفس ميعاد شغله. وبعد ما بيرجع من شغله بيكون متضايق، ونعمت بتسأله عن اللي مضايقه، قعد يحكي لها عن إيلا وعن وعدها ليه. فنعمت طلبت منه انها تساعده وتدور معاه عليها، وقالت له وعدك هو وعدي وبنتك هي بنتي. وفعلا بدأت تطلب من قنصلية كوريا الجنوبية، وبعدها المسؤول بيقول لهم صعب نوصل لاسم إيلا لان هو اللي سماها الاسم ده، وبرغم كده بعتنا خطاب للمدرسة اللي كانت فيها ومستنيين الرد. وبيعدي وقت كبير ومحدش بيرد عليه، وبعد 47 سنة وتحديدا في 1990 بيصحوا سليمان ونعمات على صوت زلزال مرمرة المشهور اللي أثر على مدن تركيا كلها، والأهالي بيقعدوا في الشوارع، لكن سليمان بيطلع البيت وأولاده بينادوا عليه وبيكونوا قلقانين، لكن سليمان مش بيسمع لهم وبيطلع البيت علشان ياخد ألبوم صوره مع إيلا. نعمت بتطلع وراه وبتقوله أولادك قلقانين عليك، فبيقول لها إن إيلا كمان بنته، وإن الإنسان لما بيخرج حي من الحرب مش بيفرق معاه الموت، ووعدها وعد لازم يوفيه قبل ما يموت. وفي 2002 سليمان بيقعد يتفرج على مباراة لكوريا الجنوبية وبيدور عليها وسط المشجعين لحد ما بينام وبيحلم بيها، وبتقوله أنا رجعت لك يا بابا. وفي الصبح نعمت بتصحيه وبتقوله في صحفي موجود هنا من كوريا علشان يعملوا فيلم تسجيلي عن حرب كوريا، والصحفي بيقول لهم انه هيساعدهم يلاقوا إيلا، وسليمان بيروح يقابلهم وبيديلهم صوره مع إيلا. والصحفي واللي معاه بيبحثوا عن كل الطلاب اللي كانت موجودة في الحرب في مدرسة أنقرة. وفي يوم بنشوف واحدة بتقعد تعيط لما شافت الصورة وقالت ان ده باباها، وما كانتش مصدقة انه لسه عايش. واخيرا في سنة 2010 بيروح سليمان ونعمت مراته لكوريا، وتاني يوم بيروح الحديقة علشان يقابل بنته بعد ما بيعدي 60 سنة على فراقهم. وده صورة سليمان الحقيقي مع إيلا الحقيقية وأولادها، ومن وقت ما اتقابلوا فضلوا عايشين مع بعض، وبكده يكون وفى بوعده ليها ومفترقوش من بعض اللحظة دي أبدا. وبكده بيخلص الفيلم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اشتراك ولايك. أشوفكم الفيديو الجاي.